السلام عليكم احبائي. اليوم غنشوفوا مع بعض كيفيه تحضير ميني كيك للكوتي اولا فطور الصباح، وغير بنصف كاس زيت وجوج بيضات كنحصلوا على اكثر من 22 حبه. كيجيو رطبين بزاف ولذاذ، شكلهم رائع. خليكم معايا ما تمشيو فين. نبداو على بركه الله في ديك المكونات مع طريقه التحضير في نفس الوقت. فاول حاجه غادي نحتاجوا الاناء فين غنخلط هذا الميني كيك. غادي نوضع فيه جوج حبات ديال البيض بحراره المطبخ، كاس من السكر حبيبات، شويه ديال الملحه، وكيس من الفانيلا ممكن تعوضوه بقشور حامضه. غادي نطرب هاد المكونات بالطراب الكهربائي، كيف ممكن تخلطوه غير في الخلاط ديال العصير الا ما عندكمش هكا طراب، حتى كيبيض. كنخلطوه مزيان حتى كيبيض الخليط بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوه معايا. ومباشره كنضيف نصف كاس زيت المائده ونبقى مستمره في التطراب حتى كيندمج الزيت مع باقي المكونات، ما كيبقاش كيبان هذاك الزيت. صافي كنضيف كاس ديال عصير البرتقال، ممكن تعوضوه بكاس ديال الحليب. كنطرب غير شويه، يعني اون فوا كيندمج العصير مع المكونات صافي، وكنوقف التطراب وناخذ الطراب اليدوي اولا الفوي. كنضيف الدقيق وتنخلط، يعني كنضيف عندي 3 الكيسان ديال الدقيق. غنضيفو بالتدريج، كنضيف الكاس الاول والكاس الثاني، ونضيف جوج اكياس ديال الخميره الكيماويه ما يعادل 16 غرام. ونطرب. الا شفت الخليط كي باقي هكا جاري واحد شويه، غادي نضيفو شويه بشويه، يعني غادي نضيف الكاس الثالث بالتدريج. تقريبا هنايا راه غادي ياخذ ليا ربع كاس، يعني جوج كيسان وربع ديال الدقيق. بالنسبه للكميه كيف ما كتشوفوا معايا، الكاس الثالث هانتوما شحال خديت منه، تقريبا ربع كاس اللي خديت منه. وهذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه احبائي. ما خصوش يكون الخليط ثقيل وما خصوش يكون خفيف بزاف. بالنسبه للدقيق راني غربلته من قبل، اما الخميره الكيماويه شفت ما فيهاش دوك الكويرات صافي ما غربلتهاش. من بعد مباشره كناخذ هاد الليمون الصغار الفرديين، كندهنهم بشويه ديال الزبده ونرشهم بالدقيق صافي، وكنعمرهم بالخليط. تقريبا كتاخذ ليا كل ليمون كياخذ ليا معلقه ونصف ديال الخليط. كنخلي هكا واحد الفراغ في المول باش ملي كتطيب وتختمر، يعني كطلع واحد شويه ما كتفيضش الكيكه من على برا. غنبقى هكا مستمره حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. وفي هاد الاثناء راني شعلت الفران، غادي يسخن واحد شويه غير كيدفى صافي، وغادي ندخل ليه الطاوه ديالي اللي فيها هاد الليمون. الا كنتو كتدخلوا الكيك ديالكم العادي على فران بارد، حتى هادو راه غادي يطيبوا على فران بارد. انا عاده كنطيب الفران، كنسخن الفران عاد كندخل ليه كيك. المهم على حسب كل واحد كيفاش كيطيب الكيك ديالو. كياخدو هكا في الفران مده ديال 15 دقيقه حتى لثلث ساعه، يعني 20 دقيقه وصافي، وكنخرجوهم. اون فوا كيتحمروا هكا من الجوانب من التحت، كنشعلوا عليهم العافيه من الفوق على نار مهيله بزاف، تقريبا شي 2 دقائق صافي، وكنخرجوهم. كيجيو بهذا الشكل هذا احبائي. كيف ما كتشوفوا معايا راهم مرطبين ومفشفشين. بالنسبه لهاد الكيكات كيجيو بحال مسقيين، انا ما سقيتهم ما حتى شي حاجه، غير اون فوا خرجتهم من الفران خليتهم غير بردوا واحد شويه صافي وديموليتهم. بالنسبه للتزيين كتبقى على حسب كل واحد. غادي ندهنهم انا غير بشويه ديال الكونفيتور ونرشهم بالكوك صافي، وغادي نقدمهم. وهذه هي الوصفه اللي شاركتها معكم اليوم. كنتمنى تجربوها وتحضروها لمائده الافطار نهار العيد. كانت هذه وصفه من قناه وصفاتنا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي واحد جيم وتعليق حول الفيديو. واذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه، المرجو الضغط على زر الاشتراك، كذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. الى فيديو جديد ان شاء الله، ان كان في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.